اللي باع النوالات حرام، واللي يشريهم حرام، واللي يشري الباتيسري، واللي يبيع الهدايا حرام عليه في هذا اليوم. والله الشيء اللي راك تكسبه غير سحت وحرام وجهنم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الاحتفال بنيروزهم هذا الذي ورثوه عن الرومان الوثنيين أشد إثما عند الله من لبس الزنار. شيخ الإسلام قال لك هذا الشيء اللي ديروا فيه إظهار هذا يعني السعادة والفرح والتهنئة بين الناس في هذا اليوم، وبوناني ومن عارف أنه النجاسات، قال لك راها أشد إثما عند ربي سبحانه من لبس الزنار. الزنار واش هو؟ هو لباس الكهنة، اللباس نتاع المشعوذين ونتاع العرافين ونتاع القزازنة. راك أكثر من اللي لبست اللباس نتاع القزانين. لما تشري هذيك الهدية ولا تشري هذيك الوردة ولا تشري هذاك النوال ولا ما أدري أنا، أكثر وأخطر وأجرم وأبشع عند ربي من أنك تلبس اللباس بتاع الكهنة. والكهنة قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل على محمد هو الدين، هو الإسلام، هو القرآن. تقول لك هذا الكلام، قولي له اخرسي، هذا أبو عيالي ويسوي ما يشاء ما دام الحمد لله في طريق الخير، ولا أسمح لك مرة ثانية. المرة هذه عديتها لك، المرة الثانية ما أسمح لك تتكلمين في أبو عيالي، وأنا وياه على خير الحمد لله ومتفقين. صدقيني والله ستعيشين عيشة هنية وستعيشين حياة مفعمة يعني الراحة. لكن إذا سمحت للناس كل يتكلم وكل يحرضك على زوجك وكل يقول ليش ولماذا وأنت وش فيك وش اللي ناقصك مثلا، طبيعي جدا الإنسان يتأثر. لكن في من الناس سبحان الله من هو يعني في إيمان وتقوى يصبرك ويقول لك إن شاء الله الأمور طيبة ومهما كان وشيء من هذا عضي عليه بالنواجذ. المرأة اللي تجيك وتقول لك اصبر يا أم محمد، الحمد لله أهم شيء الإيمان، أهم شيء التقوى، أهم شيء الإسلام، أهم شيء كذا، هذه إلزمي. أما اللي تحرضك لا، احذري من شيطانة الإنس اللي تفسد البيوت وتخبب المرأة على زوجها. كثير من النساء طيبات ورضوا بزواج الرجل والحمد لله، قالوا هذا قدر الله عز وجل، لكن مع مرور الأيام تأتي شيطانة من شياطين الإنس ثم تقلب البيت رأسا على عقب وتدمر الأسرة وتفكك الأسرة وتهدم البيت بسبب التحريض. تحرض الزوجة، تدفعها باتجاه التصعيد مع زوجها والتأزيم وإشغاله ومشاكل، حتى أن الزوج يعني يصل إلى مرحلة يقول إلى متى، وثم بعد ذلك يحصل الطلاق. انتبه، أي امرأة تأتيك وتقول لك هذا إعراض الناس وهو ساكت، هذا هو العاق. هذا هو العاق اللي يشوف أبوه ويشوف أمه رايحين للنار ويتركهم، هنا العقوق. ولذلك أخبرها، بس أهم شيء تلطف معها، تكلم معها برحمة وتبكي عندها، تقول والله إني خايف عليك. ما يجوز الكلام في الناس، ما يجوز الكلام في أعراض الناس، ما يجوز الخوض في الناس، هذا حرام حرمه الله عز وجل. يقول جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين: انزل وكلا من جيفة هذا الحمار لما اغتاب ماعز الأسلمي. آيات القرآنية لا يجوز تعليق الآيات القرآنية على الجدران أو في الأسواق أو في المحلات مثلا. فلذلك القرآن ما أنزل ليعلق على الجدران ولا على السيارات ولا في المحلات. القرآن إنما أنزل ليعمل به الناس، ولذلك هذا القرآن هو كلام الله تكلم به بحرف وصوت جل وعلا، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. ويشتد الأمر إثما حينما يستعمل بعض الباعة وأهل الحرف والصناعات هذه الآيات لترويج حرفهم. السنة يعني الجديدة راح عزم أهله وجمعهم وشيء من هذا. تقول إذا شخص في رأس السنة يعني الجديدة راح عزم أهله وجمعهم وشيء من هذا القبيل، هل هذا جائز؟ أختي أمة الله، إذا كان الشخص مثلا يقول والله أنا لا أجد وقت للإجازة إلا في هذا الوقت، يعني طوال عمره مشغول وعنده ارتباطات وأعمال وسفر وشيء من هذا القبيل، ورأى من المناسب أن هذا يوم إجازة بالنسبة لعمله، حب أن يشوف أرحامه وأقاربه وجمعهم، ما في بأس، وأخبرهم بأن هذا ليس احتفالا وليس مثلا شعيرة أو شيء، هذا لأجل رؤيتكم، ما عندي فرصة إلا هذا اليوم، ما في بأس. أما والله يحتفل هكذا، يعني والله يتقصد هذا اليوم
ويجمع أهله وأقاربه في هذا اليوم ويسوي عشاء حتى لو لم يكن هناك شيء من المظاهر، هذا مما جاءت الشريعة بمنعه، لأن ما عند الآخرين مما يعتقدونه لا يلزمنا. نحن ما عندنا إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، حتى رأس السنة. يعني الآن لو تقصدت أنت رأس السنة الهجرية تأتين في رأس السنة الهجرية تجمعين وتقولين والله الآن الليلة تعالوا رأس السنة الهجرية، ما في دليل، لأن هذا الاجتماع هذا جعل المسألة كأنها عيد، ولذلك تنتبهين لهذا. أما إذا كان يقول واحد والله أنا ما عندي فرصة إلا هذا الوقت، ما في بأس. مثل بعض الناس الآن يقول ما عندي وقت إلا يوم الجمعة أروح أزور المقبرة، ما في شيء، لكن تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر ما في دليل. فلاحظ الفرق بارك الله فيك. تقول إذا شخص في رأس السنة يعني الجديدة راح عزم أهله وجمعهم وشيء من هذا القبيل، هل هذا جائز؟ أختي أمة الله، إذا كان الشخص مثلا يقول والله أنا لا أجد وقت للإجازة إلا في هذا الوقت، يعني طوال عمره مشغول وعنده ارتباطات وأعمال وسفر وشيء من هذا القبيل، يقولون مالي ومال الناس، كل شاة معلقة بكراعها، دع الخلق للخالق، وهذا غير صحيح. الله عز وجل قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام حصر الدين في النصيحة، قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بل كان يبايع صلى الله عليه وسلم على النصيحة. والإنسان إذا دل على خير له مثل أجر من عمل ودعا أيضا إليه، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ولذلك للأسف يعني هذه الثقافة الغريبة الطارئة على الناس، مالي ومال الناس، دعوا الخلق للخالق، هذا غير صحيح. لكن المقصود أن الإنسان ينصح بلطف وبلين وبرفق وبتحبب، ما يأتي ينصح بسلطوية وفوقية وخشونة وغلظة، لا، ينصح ويقدم النصيحة بقالب حبي أخوي، بقالب لين مقبول. الناس تقبل، أبدا الناس تقبل. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فبما رحمة من الله لنت لهم. السنة يعني الجديدة راح عزم أهله وجمعهم وشيء من هذا. تقول إذا شخص في رأس السنة يعني الجديدة راح عزم أهله وجمعهم وشيء من هذا القبيل، هل هذا جائز؟ أختي أمة الله، إذا كان الشخص مثلا يقول والله أنا لا أجد وقت للإجازة إلا في هذا الوقت، يعني طوال عمره مشغول وعنده ارتباطات وأعمال وسفر وشيء من هذا القبيل، ورأى من المناسب أن هذا يوم إجازة بالنسبة لعمله، حب أن يشوف أرحامه وأقاربه وجمعهم، ما في بأس، وأخبرهم بأن هذا ليس احتفالا وليس مثلا شعيرة أو شيء، هذا لأجل رؤيتكم، ما عندي فرصة إلا هذا اليوم، ما في بأس. أما والله يحتفل هكذا، يعني والله يتقصد هذا اليوم ويجمع أهله وأقاربه في هذا اليوم ويسوي عشاء حتى لو لم يكن هناك شيء من المظاهر، هذا مما جاءت الشريعة بمنعه، لأن ما عند الآخرين مما يعتقدونه لا يلزمنا. نحن ما عندنا إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، حتى رأس السنة. يعني الآن لو تقصدت أنت رأس السنة الهجرية تأتين في رأس السنة الهجرية تجمعين وتقولين والله الآن الليلة تعالوا رأس السنة الهجرية، ما في دليل، لأن هذا الاجتماع هذا جعل المسألة كأنها عيد، ولذلك تنتبهين لهذا. أما إذا كان يقول واحد والله أنا ما عندي فرصة إلا هذا الوقت، ما في بأس. مثل بعض الناس الآن يقول ما عندي وقت إلا يوم الجمعة أروح أزور المقبرة، ما في شيء، لكن تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر ما في دليل. فلاحظ الفرق بارك الله فيك. تقول إذا شخص في رأس السنة يعني الجديدة راح عزم أهله وجمعهم وشيء من هذا القبيل، هل هذا جائز؟ أختي أمة الله، إذا كان الشخص مثلا يقول والله أنا لا أجد وقت للإجازة إلا في هذا الوقت، يعني طوال عمره مشغول وعنده ارتباطات وأعمال وسفر وشيء من هذا القبيل.